فاكرين زمان لما كانت شركات التكنولوجيا بتحاول تعمل أجهزة بتعمل كل حاجة؟ فاكرين جهاز فيليبس سي دي آي؟ كانوا مسمينه ماكينة الخيال. فيديو، مزيكا، ألعاب وأداة تعليمية كله في جهاز واحد. كان إنجاز هندسي رهيب، بس المشكلة إن واجهته كانت معقدة جدا، والكتالوجات بتاعته تخينة ومحدش بيفهمها. ده غير إن ما كانش فيه عليه ألعاب قوية أو برامج تجذب الناس. النتيجة فشل ذريع ومحدش اشتراه. مات نفس الحكاية حصلت مع موتورولا إيريديوم اللي عملوا تليفون ساتلايت المفروض إنه يشتغل في أي مكان في العالم، بس كان غالي بشكل مش طبيعي بسبب تكاليف البنية التحتية الضخمة، ولما حد كان بيطلبه كانوا غالبا مش بيلاقوا الجهاز. برضه فشل. الدرس هنا مهم قوي، إن التكنولوجيا المتطورة مش معناها دايما إنها مفيدة للمشتري. لو المنتج بتاعك مش بيخلي حياة الناس أسهل أو أحسن بشكل ملحوظ، لو مش بيقدم قيمة حقيقية، يبقى ملوش لازمة حتى لو كسب جوائز الدنيا كلها. ده اللي بنشوفه كتير دلوقتي مع منتجات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الحديثة. الكفاءة مش هي القيمة، والمنتج اللي بيحاول يعمل كل حاجة غالبا في الآخر مش بيخدم حد خالص. تفتكروا إيه أهم حاجة لازم المنتج يقدمها للعميل عشان ينجح؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.